السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصراحة قبل البريك أنا سمعت أحد السادة المستشارين بيقول إن مصر في حجم النزاعات في حياتها مطلوب مننا 100 مليار دولار. متهيألي إحنا لو بعنا نص الشعب المصري مش هنسدد الدين ده والله. البداية أقدر بخالص الشكر وعظيم التقدير والعرفان يا حبيبي واستاذي ركبان السفينه السيد المستشار الدكتور عصام احمد عامر، والذي اكن له كل تقدير وتبجيل واحترام. كما اتفضل بالشكر للمستشار الدكتور شعبان علم الدين، بالنيابه عن حضراتكم اتقدم بخالص الشكر للساده المستشارين معطلين المنصه. انا لا افقه شيء في القانون ولا افقه شيء في التحكيم الدولي، ولكن النهارده اللي انا سمعته يؤكد ان انا نقطه في بدات احط نقطه حياتي في محيط هذا العمل الرائع. قال تعالى في كتابه العزيز: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وقال في التوراه: مصر خزائن الارض كلها، فمن ارادها بسوء قسمه الله. بهذه الايتين الكريمتين في القران والتوراه عظمت مصر وعظم شانها، وبالتالي يجب عليها ان تكون مثالا يحتذى به امام العالم، ليس مجرد شعارات تكررها بمخالفه الواقع المطبق حاليا، وردا على ما يحدث الان في مصر من صراعات وتصريحات من شأنها الإضرار باقتصاد هذا الوطن. أود أن أعبر عن رأيي الشخصي: قد لا يكون من يمثلون التيارات الإسلامية بمصر مثاليين، لكن الإسلام دين المثالي. وما زال الأمر يحدوني في هذا الغد المشرق لمصر، فالنار تجلي الذهب، وهذا هو معدن الشعب المصري الذي لا يتجلى إلا في الشباب. كما أننا جميعا مستعدون لمن يريدون النيل باستقرار هذا الوطن الجميل مصر، مستعدون لوضعه بقوة وحسم، لأننا نملك سلاحا لا يملكه أحد من البشر في دول العالم المتربصون له لهدم اقتصادنا، ونملك سهما لا يخطئ تصويبه أبدا. هذا السلاح وهذا السهم هو من رفع السماوات بلا عمل. لهذا خصه الله بتلك الآية في كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه الآية الكريمة خالدة إلى يوم الدين، وستبقي يا مصر واحة الأمان مهما اعتراك من الفتن، لأن الإرادة الإلهية قد قضت أن تكون يا مصر في رباط إلى يوم الدين. وأوجه رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين: اجعلوا أعمالكم في سبيل الله وعمارة الكون وإسعاد البيوت والأسر والنهوض بالمجتمع والرقي به وباقتصاد هذا الوطن الغالي علينا. وأقول للعاملين والقائمين على الأعمال: راقبوا الله في أعمالكم وأحسنوها، وتذكروا قول الله تعالى في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إلى كل مصري حر شريف يريد رفعة هذا الوطن واقتصاده: مصر تناديكم، إن خزائن الأرض تناديكم وترحب بكم. إن الإنسان يطول وجوده في الحياة حول هدفين أساسيين هما العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثاني هو تعمير الأرض، لقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب عمارة الأرض، وأوضح أن الهدفين لا يتحققان
القرآن إلا بالعمل. فإلى ضمير كل إنسان يقف في الميادين ضد من أتكلم، فهذا نصفي وذاك نصف الآخر، كلنا مصريون. أقول موجها رسالتي إليه رفقا بوطن لا يهون على الغريب وهان على قليل من أبنائه. أستحلفكم بالله يا من تمثلون نصفي الآخر، انضموا لأحضان الوطن، فليس لنا وطن غيره. فالحرية أن تطالب بما تريد دون أن تضر غيرك، ولا تعتدي على ممتلكات هي ملك لك ولإخوانك ولأهلك ولمن يأتي بعدك من أولادك أو أحفادك. وكن على يقين أن تراحل والوطن باق. ولتكن لنا من الثورات العربية وما تعانيه حتى الآن عبرة. وأذكركم ببعض من عبارات المناضل الإفريقي نيلسون مانديلا عندما قال في رسالته لثوار مصر إن إقامة العدل أصعب بكثير من الظلم، وإن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير. داعيا الشعب المصري إلى التصالح مع نفسه. يا من تتصارعون في أحضان مصر شيء من الخجل، وتذكروا قبل أن يدخل جوهر استقل مصر كان عبدا مملوكا، فلما دخلها صار يحكم ملوكا. يا من تتصارعون في أحضان مصر شيء من الخجل، صدقوني أن مصر هي البقية، أما البشر فهم زائدون. إلا في سجلات التاريخ هي التي ستحاسبكم على أعمالهم. فتذكر فتذكر من تشاء وتنسى من تشاء، وتبقى مصر خالدة أبد الظهر. يا من تتصارعون في أحضان مصر شيء من الخجل. كنا وما زلنا نراهن على أن جوهر هذا الإنسان المصري الأصيل صاحب التاريخ والحضارة دائما هو التدين السليم الذي يرفض التدخل في السياسة، والإيمان الصادق والتسامح النبيل والصدق الجميل الذي يرفض سفك الدماء. يا من تتصارعون في أحضان مصر شيء من الخجل. لقد هبت علينا رياح عاصفة تريد النيل منا وشردتنا بين أفكار وصراعات ومعارك، رغم أننا كنا أحوج إلى أن نتوحد لنبني وطنا هو بكل المقاييس من أجمل القطع الربانية التي صاغها الخالق على هذه الأرض. لا تتناسب مع مقومات المجتمع اعتاد الرقي وأدمن الجمال، وكان دائما نموذجا في الترفع والفضيلة أمام العالم. إن مصر تضيع بين تجار الدين وتجار الوطن، لهذا قد ينهار اقتصادها. مصر تستغيث حضرات إن مصر تعيش في الساعات القادمة اختبارا حقيقيا سيكشف مدى ما تتمتع به من حكمة وعقل، وستوضح ما إذا كان المخزون الحضاري الكامل في عروقها منذ آلاف السنين سيأخذها إلى سكة السلامة أم لا. مقدار الغضب المتفكر في العروق لا يفوقهم يوم إلا مقدار الخوف الساكن في نفوس الأمهات والأطفال والشيوخ كبار السن في كل بيت. وأخيرا اشهدوا يا كلماتي، هذه هي مصر العظيمة، يا زهرة الخلد قولي ما أسميك، وكل آمال شعبي أصبحت فيك. صوت الميادين مصابيح وأنت لنا بيت ونهر العطاء من أياديك. يا مصر يا حضني الدافئ ويا حصني العالي ويا